بعد تمن وما بقى كده في الافران والمخابز، بجد كان لازم اعمله في البيت. الموضوع بسيط خالص يا جماعه، ده شويه دقيق وميه وسمنه، هتعملي احلى منين واحلى كمان من اللي في المخابز واوفر. لان بنص كيلو من الدقيق هتعملي كميه حلوه جدا ومن غير تخمير، في نص ساعه هتكوني مجهزاه. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونعمله مع بعض خطوه بخطوه. مج الشاي العادي اللي في المطبخ عندنا كلنا، عايرت بيه كوبايه الا ربع من السمنه. انا ما سخنتش السمنه ولا حاجه، انا يا دوب فكيتها بس من العلبه لان كانت عندي في التلاجة، ما سخنتهاش خالص. عايرت كوبايه الا ربع وكملت الربع التاني بزيت، يبقى الاجمالي عندي كوبايه تلات ارباع سمنه وربع زيت. وهقول لكم احنا شغالين ليه استخدمنا سمنه على زيت. تاني حاجه، الكوبايه نفس الكوبايه طبعا هوحدها في كل المقادير. خدت ميه من الحنفيه، الميه تقريبا نازله من الحنفيه دافيه في الجو الحر ده. حطيت عليها معلقه ممسوحه من الخميره الفوريه ومعلقه من السكر. انا بحب دايما اعمل اختبار للخميره، ما بحبش اضيفها على الدقيق على طول علشان اتاكد ان هي شغاله. في بوله ناشفه هعاير 4 مجات ممسوحين من الدقيق، ما يعادل نص كيلو. عليهم ربع كوبايه من السكر الحبيبات عادي جدا، وعليهم معلقه ممسوحه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من اللبن البودره. اللبن البودره اختياري، وربع معلقه من الملح، وفانيليا برضو اختياري. لو مش حابه تضيفي لبن بودره او فانيليا براحتك، بس بيدوا تست حلو جدا جدا للمخبوزات. انا عشان هعجن بميه فحطيت معلقه لبن بودره في العجين، لو حضرتك هتعجني بحليب ما فيهاش اي مشكله. بعدين نزلت بكوبايه الماده الدهنيه اللي جهزناها مع بعض، وهفرك بقى العجينه بالزيت والسمنه مع بعض. هقول لحضراتكم بقى ليه احنا بنحط زيت على سمنه. ممكن تحطي نص زبده ونص زيت، او نص سمنه ونص، بس ما ينفعش خالص نعمل الكوبايه كلها زيت، مش هيطلع حلو، يطلع ناشف. وطبعا لو عملناها كلها سمنه هيطلع طري، مش هيطلع فيه القرمشه والفروله بتاعت اللي زي اللي بنجيبه من بره. فاحنا عايزين القرمشه اللي في الزيت والطراوه اللي بتبقى في قلبه من السمنه. الكوبايه اللي خدتها من الحنفيه هي الكوبايه الوحيده اللي استخدمتها سوائل. لو عايزه تحطي الخميره والسكر في حليب مفيش اي مشكله، استبدلي كوبايه الميه بتاعتي بكوبايه حليب. بس انا عامله النهارده معاكم اقتصادي وموفر، عشان لو مش عندك حليب كمان في البيت تقدري تعمليه. بعد ما فركت العجينه بالسمنه وشبعت الدقيق كله 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 بالسمنه، هنزل بالخميره بعد ما بدات ان هي تفور وتاكدت ان هي شغاله، وابدا ان انا الم العجينه واشوف هي محتاجه مني سوائل تاني ولا لا. زي ما قلت لحضراتكم المنين مش بيتخمر خالص، ولا قبل التشكيل ولا بعد التشكيل، علشان انا عايزاه، مش عايزاه قرص، انا عايزاه يبقى طري. وبنعجنش فيه كتير، يا دوب العجينه بتلم معانا وبتبقى ناعمه، بننعمها شويه كده على الرخامه، مش بنعجنه بقى بفتره كده زي القرص الطريه، لا. عشان هو يعتبر برضو من النواعم لانه من فصائل الكحك. النص كيلو هيعمل معانا كميه حلوه قوي. بصوا العجينه بسم الله ما شاء الله ناعمه ومش محتاجه اي سوائل خالص. طبعا نوع الدقيق بتاعك غير نوع الدقيق بتاعي، انا بستخدم دقيق جميع الاغراض. فانا اكتفيت في كوبايه الميه اللي عملت فيها اللي عملت فيها تست الخميره. لو عايزه العجينه بتاعتك تبقى ناشفه ممكن تضيفي معلقه ميه في معلقه او حليب على حسب ما العجينه تلم معاكي، ممكن تحتاجي من معلقه لمعلقتين من السوائل على حسب طبعا نوع الدقيق بتاعك ما بيشرب. معايا نص كيلو من قالب العجوه. طبعا العجوه مش محتاجه ان انا اطريها بسمنه ولا حاجه، لان هي الجو مظبطها جدا، سايحه خالص ومش محتاجه اي حاجه، انا مطلعها من الغلاف بتاعها بالعافيه اصلا. فهبدا ان انا اعملها الشكل اللي هحشي بيه المنين، علشان ما اعطلش وانا بفرد العجينه وكل شويه افرد قطعه على قد العجينه. فانا بحب ان انا اجهز الحشوه بتاعتي في طبق لوحده زي ما حضراتكم شايفين كده، علشان بعد ما افرد العجينه اجيب الحشوه على طول واشتغل، والعجينه ما تخمرش معايا. ما استبناش العجينه تخمر خالص ولا غطيناها ولا اي حاجه. شغلت بس الفرن علشان يكون سخن، وادخل المنين على درجه حراره سخنه عشان ما ينفخش ويفرش في الفرن، يبقى برضو مقرمش، ما يبقاش طري ويخمر قوي في الفرن. هفرده بقى، ممكن تفرديه بايدك او تفرديه باي حاجه عندك، المهم تفرديه سمك حلو، يعني مش تخين قوي ومش رقيق قوي، سمك متوسط كده بالشكل ده. ما تعملوش تخين، لان لو عملت اللي فردتيه تخين هينفخ في الفرن وهيبقى طري قوي، واحنا مش عايزينه يبقى طري، احنا عايزين يبقى مقرمش كده ودايب زي اللي بنجيبه من الفرن. انا بفرد كميه حلوه من العجينه علشان اعمل كذا قطعه في نفس الوقت من غير ما افرد تاني، ده بيسهل عليا برضو ان انا اقطع كميه كبيره قوي من المنين في دقيقه. بصوا يعني انا اول حاجه جبت بقى العجوه اللي انا مجهزاها وفردتها كده، سبت سنتي فرق من الطرف، وبعدين بتني بقفل على العجوه بصباعي وبضغط كده ضغطه حلوه عشان ما تفكش في الفرن والحشو يبان. ما بلفش تاني، هي لفه واحده بس. بجيب بقى اي حاجه، سكينه او سكرابر او مسطره، اي حاجه تكون نظيفه بتكون مستخدمها في المطبخ، وتقطعي بيها العجينه على قد اللفه واحده بس. ما ترلهوش بقى كتير علشان ما يطرش معاكي
ويبقى الحشوه من جوه مش باينه. احنا عايزين الحشوه تبقى في النص ومظبوطه، ونضغط كده بايدينا ضغطه بسيطه خالص على الرخامه علشان يبقى القفله من تحت وما تفكش. نفس العجينه اللي انا فرداها لو لقيتيها ريحت ولمت اضغطي عليها ضغطه هتفرد معاكي في منتهى السهوله. هي العجينه جميله جدا. وبعدين هجيب برضو عجوه واحطها في النص كده بعد فرق سنتي عشان يعرف الف العجينه واقفلها. هاخد بقى الطرف برضو واقفله واضغط بصبعي برضو عشان العجوه ما تخرجش. مش بلف بس، لا لازم اضغط بصبعي عشان العجينه تلزق في بعضها بالشكل ده. ما بلفش تاني، بقوم قاطعه بعد القفله على طول بالشكل ده. طبعا بتعملي كذا قطعه في نفس الوقت فبتخلصي بسرعه. في الجو الحر ده بتبقيش عايزه تقفي في المطبخ كتير، وفي نفس الوقت عايزه تعملي حاجه حلوه ومش عايزه تستني عليها ان هي تخمر. فانسب حاجه المنين، خصوصا يا جماعه بعد ما سعره بقى في الفرن بصراحه غريب. بقت قطعه يعني نص كيلو، كام قطعه يتعدوا على الصوابع. طب وليه؟ ما احنا من نص كيلو دقيق ممكن نعمل كميه حلوه جدا، هيملوا البيت عليكي. وينفع في الفطار، ينفع في العشاء، ينفع كمان بعد في الشاي بتاع اللي هو اي حاجه حلوه كده في علبه بتطلع مع كوبايه الشاي. ممكن تقومي الصبح مالكيش نفس للفطار، الولاد مالهمش نفس للفطار، بيبقى حلو جدا. فبنستعجل وبنجري على المخبز نجيب، ونستغرب لما نروح ايه اللي احنا جبناه بالثمن ده ومتلاقيش حاجه في الشنطه. فحضرتك بربع كيلو بنص كيلو من الدقيق اسفه هتعملي كميه حلوه جدا كده. بعد الغدا كده اشربي فنجان قهوتك وخشي المطبخ واعملي شويه منين حلوين بالشكل ده. هيفرحوا بيهم جدا وهيوفروا لك كتير قوي والله. بصوا شكله حلو والحشوه في النص، وقطعته المقاس ده. لو حضرتك عايزه تقطعيه اصغر شويه مفيش مشكله، لو عايزه تقطعيه اكبر شويه برده مفيش مشكله. بس فكره التقطيع السريعه، انا بفرد كده كميه حلوه من العجينه وبعدين بحط العجوه وبلف، بسيب مسافه بس سنتي علشان اقفل. وزي ما قلت لك ما تلفيوش كتير، هي لفه واحده بس تقفلي وبعدين تقطعي علشان ما يبقاش معاكي تخين وينفخ في الفرن. وتقطعي التقطيعه اللي انت عايزاها، ممكن تقطعي اصغر ممكن تقطعي اكبر براحتك. بس هي العجينه جميله جدا، وفي نفس الوقت هتطلع حلو قوي محمص كده بحبه الزيت اللي حطيناهم والسمنه مخليه. ممكن طبعا تستخدمي زبده، والسمنه مخليه برضو فيه قرمشه وطراوه. بتقطعي كده وبعدين العجينه اللي فايضه برضو احنا مجهزين العجوه فعشان كده بنحشي بسرعه. بضغط بس على القفله علشان ما يفكش في الفرن، وبقفل برضو البوزين علشان ما تبقاش العجينه من الطرفين فاضيه او فيها عجوه زياده. ما بخرجش العجوه زياده، بعملها يا دوب على قد العجين. ما بنخمرش المنين بعد التشكيل خالص، بندخله على طول على الفرن. ما بيتخمرش خالص، مش زي القرص خالص. يا دوبك بعد ما بنخلص، هو اصلا الجو يعني حر جدا فاي عجينه بتخمر بسرعه، فاحنا على طول بعد ما بنشكله بنحطه في صواني. ما بدهنش الصواني اي حاجه لانه في ماده دهنيه كفايه. لو انت مثلا عندك صاج بيلزق او حاجه اديني مسحه زيت خفيفه خالص من تحت. لكن انا ما بدهنش الصواني اي حاجه، بس بدهن وش المنين بمعلقه عسل اسود مخففاها بشويه ميه عشان احط سمسم عليه ويلزق. ممكن كمان تضيفي حبه البركه بتديله برده ريحه وطعم حلو جدا. بصوا الحشوه مظبوطه في النص، وهيدخل الفرن وهيطلع برده الحشوه مظبوطه في النص عشان الحمد لله احنا مظبطين العجينه ما فرشتش مننا. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. والله النص كيلو دقيق عمل كميه حلوه جدا. بصوا كمان دايب دوب، طعمه في منتهى الجمال وريحته حلوه قوي. يا رب تجربوا الوصفه بتاعتي النهارده وهتعملوا احلى منين ب4 كوبايات بس من الدقيق من غير تخمير زي ما اتفقنا. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله.